العديد من المتتبعين للكرة المغربية والرجاويين خاصة يعتقدون أن أول لقب تحصل عليه الرجاء يعود للموسم الرياضي 87-1988، لكن حقائق التاريخ الكروي المسكوت عنه تقول عكس ذلك. وفي هذا المقال سنعود لأزيد من 50 سنة للوراء لنكشف النقاب عن إحدى أكبر فضائح الجامعة والتي راح ضحيتها الرجاء، الحقيقة التي لا يعرفها سوى القلة القليلة منهم العارفون الذين عايشوا تلك الفترة. وحتى أرشيفات الجامعة تؤكد أن اللقب موسم 1959-1960 الذي توج به النادي القنيطري يعود للفريق الأخضر بامتياز، ويعتبرون أن أياد استطاعت أن ترسم لقب البطولة وتوقيعه باسم آخر في اتجاه معاكس للأرقام والقوانين القائمة وقتها. لم يكن الرجاء البيضاوي ذلك الفريق العنيد الذي تأسس عام 1949 ليعلن نفسه ندا وعقدة صعبة في معادلة أندياء البيضاء، عاجزا فعلا ل40 عاما منذ نشأته على تحقيق أول ألقابه في الدوري، ومضطر لانتظار موسم 87-88 لتذوق طعم التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه. فالفريق الأخضر قد تمكن من التتويج بأول درع 3 سنوات فقط بعد التحاقه بقسم الأضواء، لكن مع وقف التنفيذ. نعود إلى الذاكرة الكروية الوطنية، وبالضبط إلى النسخة الرابعة من منافسات الدوري المغربي موسم 59-60، عندما استطاع فريق الرجاء البيضاوي إنهاء البطولة متصدرا بامتياز جول افيراج بنسبة -18 إلى جانب الجيش الملكي والنادي القنيطري -16، وبالتالي يتوج الفريق الأخضر بطلا للدوري بعد 3 سنوات فقط من صعوده للقسم الوطني الأول، قبل أن تقرر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم آنذاك برئاسة الحاج عمر بوستة أن تتغاضى عن القانون المنظم للمستديرة وتحرم الرجاء من البطولة، وتعتبر أن التساوي في النقاط يفرض تنظيم بطولة مصغرة بين الثلاثي المتصدر، بغض النظر عن النسبة العامة التي رجحت كفة أبناء بوجيغو حينها. رجالات الرجاء آنذاك برئاسة العشفوبي والبعزاوي لم يستسيغوا ما اعتبروه احتقارا وظلما من الجامعة التي كانت متحيزة للجيش الملكي، والتي جربت حرمان فريق الشعب من أول بطولة في تاريخه لتمنح فرصة ثانية للعساكر لحسم اللقب لصالحهم من خلال الدوري المصغر. فقرر المسؤولون عن النادي الأخضر حينها الانسحاب مما اعتبروه مؤامرة مكشوفة ضدهم، ولم يشارك الفريق في ذلك الدوري، لتكتفي الجامعة بإقامة لقاء واحد فاصل بين الجيش والكاك حسمه الأخير لصالحه بثلاثية مقابل هدفين، ويتوج باللقب لأول مرة في تاريخه. واضطر عندها الفريق الأخضر لانتظار 28 عاما إضافية من أجل الصعود إلى قمة البوديوم والتتويج بأول لقب له موسم 87-88 يعتبره المتتبعون آنذاك هدية من الوداد البيضاوي الذي تمكن من إلحاق الهزيمة بالمطارد المباشر للرجاء البيضاوي الكوكب المراكشي في الجولة الأخيرة من البطولة. وقبلها لم يكن الرجاء البيضاوي كومبارسا في البطولة المغربية، فرغم العصامية التي امتازت بها مكونات الفريق طيلة فترة ما قبل تتويجه بلقب الدوري الأول في تاريخه، فرجاء الفراجة كان من أبرز الأندية الوطنية التي تقدم كرة جميلة وحديثة في الدوري المغربي، كما أنها استطاعت بلوغ وصافة في 3 مناسبات. الرجاء الذي أمتع الصغير والكبير بفنيته وستايله الفريد في اللعب نال الألقاب بعد صبر طويل، فبعد 6 سنوات فقط من أول لقب له في خزانته تربع على عرش البطولة واحتكر درع الدوري ل6 مواسم متتالية من 95-96 إلى 2000-2001، ويعلن نفسه ضمن الكبار ليبلغ اليوم لقبه ال11 ويكون ثالث أكثر الأندية تتويجا بالبطولة بعد الوداد البيضاوي والجيش الملكي.